طب ليه الإباحية الموجودة على الإنترنت محفزة للدرجة اللي تخليك مدمن عليها؟ ده بسبب عقل الإنسان البدائي اللي خلاك تبدأ الطريق ده من الأول. هحكي لك تجربة هتخليك تفهم الموضوع ده ببساطة. العلماء حطوا فار ذكر في قفص مع فار أنثى. في البداية كانوا بيمارسوا الجنس مع بعض كل شوية لحد وقت معين الأنثى بقت مش مثيرة للفار الذكر، فالباحثين شالوا الأنثى القديمة وجابوا أنثى جديدة وحطوها في القفص مع الفار، فالفار بدأ يحس بالإثارة تاني ناحية الأنثى الجديدة وبدأ يمارس معاها الجنس تاني، وحصل نفس الموضوع تاني والفار الذكر بدأ يحس بالملل ناحية الفار الأنثى، بقى فاقد الشغف ليها. يعني كده كل ما هيشوف فار أنثى جديدة هيحس بنفس الإحساس لحد ما يفقد الشغف ناحيتها. وكل اللي حصل ده ملهوش علاقة بالأعضاء التناسلية، ده برنامج وراثي في دماغك الغرض منه إننا نجيب أطفال أكتر، والأهم كمان هو زيادة التنوع الجيني. وده مش عند الفئران بس، هنلاقي نفس الحوار في الخرفان. لما درسوا اللي حصل للكبش لما بيعيش مع نعجة طول الوقت، في البداية بيبقى الكبش متحمس جدا ليها لدرجة ان مدة القصف للكبش بتبقى اقصر، ومع مرور الوقت بقى الكبش بيقعد 18 دقيقة، وده كتير جدا في حياته لان متوسط حياة الكبش 12 سنة، يعني تقريبا مقارنة بحياتنا هو بيقعد ساعتين بيعمل كده. ولما اتغيرت النعجة لنفس الكبش بقى متحمس من الاول وجديد. ولو فكرنا بقى في مدمن الافلام الاباحية هتلاقيه دايما انه في منطقة انه مثار، لانه طول الوقت بيتفرج على ستات مختلفة، زي تجربة الفار اللي لما اتغيرت الأنثى ليه بقى متحمس أكتر للأنثى الجديدة. وده تأثير اسمه كوليدج إفكت، وده موجود عند جميع الثدييات، وده أكتر سبب خلاك مدمن على أفلام الإباحية. وده سبب منطقي برضه ليه الرجالة بتخون زوجاتهم بعد فترة من الجواز، أو الستات ليه بتخون رجالتها بعد الجواز. واستنوني في الفيديو اللي جاي. سلام.